رجعنا مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد، لسه مستمرين مع بعض فقراتنا. وصلنا لفقرة جميلة جدا الحقيقة، هي عن الفن. شوفوا قد ايه الفن بيخلينا نخرج بره ضغوطات الحياة ونستحمل مصاعبها، وخصوصا الفترة اللي احنا بنعيشها دي قد ايه الفن بيقدر يخرجنا بره الحياة دي شوية. يعني نعمة ربنا ادهلنا عشان نقدر بيها نستحمل الايام والشغل والمسؤوليات والالتزامات والحاجات دي كلها. يعني عايزه اقول كمان انه الفن مش بس مجرد ترفيه، ولكن هو كمان تثقيفي وبيرتقي بمشاعرنا وبافكارنا. فالنهارده هيكون معانا مخرج وممثل شاب قدم الحقيقه افلام قصيره ومسرحيات كتير، وعايز يعمل حاجه، يقدم حاجه مختلفه واضافه. فخليني ارحب النهارده بضيفي الموجود معانا النهارده في الاستوديو، هو المخرج والممثل عمر مصطفى. صباح الخير يا عمر. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ نورتنا. الحمد لله تمام. انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده. على ايه بس؟ ده انت اللي منورنا. وعايزه بس تكلمني، انت عملت افلام كتير ومسرحيات مظبوط. كلمني من امتى ابتديت عشان تقدر تعمل الافلام دي، وبرده كلمني عن المحتوى بتاع الافلام نفسه. انا ابتديت من زمان جدا، يعني انا من 2009 ابتديت اعمل افلام قصيره. انا لما ابتديت محدش ساعدني خالص، يعني انا كنت عايز اعمل فيلم قصير. رحت لكل الناس اللي هي فاهمه في الموضوع ده، قلت لهم انا عايز اعمل فيلم قصير، عايز يعني اوصل موهبتي للناس، انا موهوب. قالوا لي لا انت لسه ممثل مش كويس، انت ما عندكش امكانيات ان انت تكون ممثل. فاضطريت ان انا اتعلم تصوير واخراج ومونتاج، كل ده بنفسي ومن غير دراسه. يعني دراسه خاصه ولا بالممارسه ولا ايه؟ اليوتيوب. اليوتيوب؟ والممارسه كمان. يعني نزلت اصور من الموبايل، كان معايا موبايل يعني بسيط جدا، نزلت اصور الناس في الشارع، اشوف التصوير بيتم ازاي، اشوف الكادر ازاي اطلعه في احسن صوره. وابتديت ان انا اطور الموضوع ده. يعني يمكن اول فيلم عملته في حياتي هو فيلم المرايه من كاميرا موبايل. كنت بثبت الكاميرا من خلال مثلا ايه على الترابيزه عشان اشوف انا هقدر اعمل ايه. نعم. فوصلت للموضوع ده، واحده واحده ابتديت اتطور، ابتديت اعمل بقى شغل قوي، ابتديت بقى يبقى معايا ناس في التمثيل في الافلام القصيره دي. ان انا حاولت اجمع ناس في اول فتره، حاولت اجمع ناس اعمل بيهم فيلم قصير. الناس دي ما خدتهاش جد، اللي هو ايه جايين يتسلوا او يضيعوا وقت. فالموضوع يعني الحمد لله وصلت لحد اللي هو بقيت دلوقتي اعمل شغل بروفيشنال، اللي هو زي يعني انت اشتغلت في الاول بمجهودك الذاتي، وكنت بتجمع كاست العمل بتاعك او فريق العمل بتاعك من الناس اللي حواليك، ومن هنا بدات تنطلق واحده واحده لحد ما بقيت بروفيشنال. بتعمل حاجات الناس بتشوفها بقى في مسارح ولا فين؟ لا، الحاجات دي بتنزل على اليوتيوب وبتتعرض في مهرجانات. أيوه. بس انا لما يعني طورت من نفسي وبقيت اشتغل، بقيت ناس بروفيشنال بتشتغل معايا. طب يعني اسامي الاعمال اللي انت عملتها، سواء كانت مسرحيات او اعمال فنيه. هي اول مسرحيه عملتها في حياتي كانت مسرحيه حكايه جحا، ودي اتعرضت في رساله اخراج احمد ماهر. كنت واخد دور بسيط قوي، دور اسمه كان اسمه مش فاكر كان اسمه ايه بالظبط، بس هو كان دور ظابط. تمام. عملته، بس انا كنت عايز امثل مسرح قبلها. والمخرج نفسه قال لي لا انت ما عندكش امكانيات ان انت تمثل مسرح. قلت له طيب. المخرج ده حاليا كلمني وقال لي انا عايزك معايا. لما شاف الشغل وشاف التطوير انا خدت ورش. بعد الورش فرقت تماما، بقيت طبعا ممثل. يعني الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ودعوات امي واهلي، الحمد لله انا وصلت لمرحله انا ما كنتش متوقع ان انا اوصل لها. لا، هي الحقيقه الورش بتضيف جدا. يعني لحد النهارده احنا بنعرف فنانين كبار يعني وعندهم قيمه كبيره جدا وقامه كبيره، وبينزلوا يعملوا ورش. وفي فنانين بتتفرج على الافلام دي. يعني انا الفنان تامر حسني شاف ليا شغلي. في مخرجين بيقولوا لي انت يعني انت ما كناش متوقعين ان انت تبقى كده. فالحمد لله واحده واحده، وانا ان شاء الله متفائل باذن الله ان انا هكون ممثل كبير وهكون في حته كبيره باذن الله. ما فيش حاجه اسمها مستحيل. والله بص، الحماس اللي عندك ده كفايه ان هو يوصلك للي انت عايزه. وعاده يعني النظره اللي بتبقى في الاول دي بتبقى على الكل على فكره. يعني كل الفنانين واهمهم يعني بيبقوا في البدايه كده، بتبقى الناس لسه مش عارفه يعني هم هيبقوا حاجه ولا لا. انت اللي بتثبت ده. هو طبيعي الواحد بيمر يعني باكتئاب ويأس وحاجات كده، بس هو ان شاء الله هتيجي وهنكون يعني الفنانين الكبار اللي هم الكبار دلوقتي هم كانوا حاجه بسيطه جدا، ابتدوا بامكانيات بسيطه أكيد. جدا. طبعا ما حدش بيبتدي نجم. فيلم ربع جنيه من الافلام اللي اخذت جائزه اوسكار ايجيبت. كلمنا بقى عن الفيلم ده. فيلم جنيه وربع لما عملته فكرته عرضته على 2 يمثلوه معايا. قالوا لي لا الفكره مش حلوه، قالوا لي الفكره يعني
ما فيهاش جديد او صغيره جدا، هنعمل معاك فيلم دقيقتين ازاي؟ فقلت لهم خلاص. عملته مع واحد. الفكره بسيطه جدا، هو رسالتها ايه؟ العشرة في حسنة امثالها. هو الفكره مبسطه جدا، اتنين في شارع معهمش فلوس ان هم يروحوا، صرفوا فلوسهم كلهم، ما بقاش معاهم غير جنيه وربع. هو الفيلم اسمه جنيه وربع. ما بقاش معاهم غير جنيه وربع. طبعا بيحصل شد ما بينهم، انت ليه صرفت الفلوس كلها؟ طب احنا مش هنعرف نروح. فهو شاب منهم لقى طفل ماسك مناديل وصعب عليه قوي، فبيبص له كده من بعيد، لا يعني الطفل ده حالته تصعب، يعني صعب عليه قوي. تمام. فناداله واداله الجنيه وربع وخد منه المنديل. التاني طبعا انتقده، قال له انت معناش فلوس ومش عارفين نروح، تديله الجنيه وربع ليه؟ راح سايبه وراح ماشي. وهو مروح مشي لقى 10 جنيه. الفكره عجبت كل الناس، جابت فيو عالي جدا على اليوتيوب، ده ما كنتش متوقعه. دكتور عمرو الليثي علق عليه، ودكتوره هبه قطب علقوا عليه، والحمد لله يعني انتشر وهي جدا. خدت الاوسكار عشان كان عليها فيورز كتير، لا ولا مش علشان ايه؟ عشان عجب المهرجان، يعني عشان عجب رئيس المهرجان استاذ عادل عمار. انا بشكره جدا ووجه له تحيه كبيره جدا. استاذ عادل عمار انت ابويا فنيا يعني. خلينا نشوف فيلم جنيه وربع ونرجع لكم في الاستوديو مره ثانيه. ماشي. بقول لك ايه، الفلوس اللي معانا دلوقتي ما بقاش معانا غير جنيه وربع. نعم، جنيه وربع، حتى ما يجيبوش سندوتش طعميه. طب انا اعمل لك ايه؟ انا قايل لك ما تصرفش الفلوس كلها، خليها دلوقتي لا لاقيين نروح ولا لاقيين ناكل. يا عم اللي حصل بقى، هنعمل ايه دلوقتي يا عم الفتك؟ استنى بقى ربنا يسهلها بقى. يا اما ناكلها ماشي لحد البيت وبعد كده بقى ناكل في البيت. نعم، بعدنا نمشي من هنا لحد بيتنا، ده فيها 3-4 ساعات والجو حر ولع وميتين من الجوع. طب اقول لي انا اعمل لك ايه يعني دلوقتي؟ ما اعرفش بقى. استنى بقى خلينا قاعدين بقى. ماشي خلينا قاعدين. غبي، ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ معناش ولا مليك في جبنه، ورحت تدي لحته عيل متسول، اخر فلوس معانا؟ اولا هو مش متسول، هو ما كانش النبي قال لك والنبي يا عم والنبي يا عم تجيب فلوس. ثانيا ان احنا كده كده ما كناش هنروح اصلا. يا عم بقول لك ايه، خليك قاعد زي ما انت كده، انا سايبك وماشي، براحتك. بعد ما شفنا فيلم جنيه وربع برجع لعمر، هل في اعمال تانية اخذت جوائز غير فيلم جنيه وربع؟ هو انا دخلت بافلام كتير، بس هو لا لسه الفيلم ده اللي اخذ الجائزه بتاعت اوسكار ايجيبت. لسه الافلام التانية داخل بيها مهرجانات، ولسه يعني ان شاء الله باذن الله هتاخد جوائز. انا واثق في انت عامل قد ايه؟ انت واضح انك عامل كم كبير قوي من الاعمال. الفيلم اخر فيلم عملته فيلم الحلال اجمل، ده الفيلم ال 38. 38 من ساعه ما بدات تشتغل بروفيشنال، ولا دول بقى ولا في منهم ضمن الحاجات اللي كنا لسه بنلعب بيهم في الاول؟ 2015 ابتديت اعمل شغل بروفيشنال اللي هو مظبوط 100%، هندسه صوتيه وموسيقى تصويريه. انا عايز اشكر الناس اللي بتساعدني في الحاجات دي، مهاب اسامه وطيام طارق. الناس دول واقفين جنبي في كل فيلم، يعني كل فيلم بيعملوا لي الموسيقى التصويريه بتاعته والهندسه الصوتيه، وفي اغاني بتتعمل مخصوص للافلام دي. طب يعني والمسرحيات بقى، كلمني عن المسرحيات اللي قدمتها. المسرحيات اللي انا بحضرها دلوقتي، في مسرحيه اسمها حبيبتي ليه انا بطولتي، دي المسرحيه ساعه ونص.
المسرحيه دي بقالي سنه بجهز لها، سنه بالظبط يعني كفكره، وكان يعني المسرحيه دي هتبقى اول حاجه تتعرض يعني في المسرح، هتغير شكل المسرحيات. يعني مثلا ليه بقى هتغير شكل المسرحيات في احنا ايه؟ كالعاده بنروح نتفرج على مسرحيه نلاقيها عاديه جدا، اللي هو ايه فكره ومش عارف ايه وحاجات كده ايه. طب معلش انا هقطعك بس نشوف احنا معانا التكريم بتاعك على الهوا. اوكي. وانت بتاخد الجائزه، فكلمني بقى. انا شايفه صوره الفنان العظيم الراحل سيد زيان في هو المهرجان ده كان على شرف ليه يعني اهداء ليه، الله يرحمه بجد افتقدناه. فنان كبير طبعا عظيم. يعني الجائزه بقى كانت بالنسبه لك دي اول جائزه تحصل عليها يا عمر؟ اول جائزه اكيد طبعا جائزه مهمه يعني. هي مهمة هتخليك تتحمس اكتر انك تعمل حاجات يعني تانية. انا من النوع ايه طموحي كبير قوي، عندي طموح كبير قوي يعني بتمنى حاجات كبيره يعني بفرح وكل حاجه وبشكر ربنا جدا، بس انا طموحي كبير قوي يعني طموحي تقريبا الفنانين الكبار اللي هم المشاهير العالم ما يقدروش يعني ما عندهمش الطموح اللي عندي ده. فانا الحمد لله بسعى واحده واحده يعني واحده واحده، انا ماشي بخطوه خطوه. انت عندك كام سنه يا عمر؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنه لسه قدامك يعني العمر طويل يعني. العمر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله. المسرحيات زي ما كنت بتقولي ان المسرحيه هتغير في الكونتنت او المحتوى يعني بتاع المسرحيات، ازاي؟ الطبيعي ان احنا بنروح نتفرج على مسرحيه نلاقي المسرحيه دي ايه فكره ومش عارف ايه وكوميديا وبس او حزن وبس. لا، فين الشو، فين الحاجات اللي ممكن تبهر المشاهد؟ استعراض يعني عايز تعمل مسرح استعراضي ولا ايه؟ مش مسرح استعراضي، عايز اعمل شو. يعني مثلا الحاجات اللي بتتعمل في الافلام مش مطاردات وحاجات دي ليه ما تتعملش على المسرح؟ ليه ما تتعملش لايف؟ ليه المشاهد لما يجي يتفرج ينبهر، مش اللي هو يتفرج يضحك وبس؟ لا، انا عايزك تنبهر، عايزك تقول الشباب دول عملوا الحاجات دي ازاي. طبعا الاساتذه الكبار اللي هم يعني احنا تلاميذهم، يعني احنا بنتعلم منهم المسرح، بس التلميذ لما بيتعلم حاجه وساعات بيبقى احسن من المعلم ده. فاحنا أكيد الاساتذه بنقول لهم ان احنا ان شاء الله هنوريكم مسرح كويس. هو مش هواه قوي، بس احنا واخدين الموضوع جديه جدا وشغالين عليه واحده واحده. ان شاء الله اللي هيجي يتفرج على المسرحيه دي هينبهر، مش هيضحك بس، هي فيها كوميديا وحزن وكل حاجه، فيها كل مود، والنهايه غير متوقعه خالص. اللي هيقعد يتفرج هيلاقي ان النهايه يعني هيقعد يتبعد كده كل شويه. والله يا عمر انا بتمنى لك كل التوفيق وجود لك ان شاء الله. اشوفك المره اللي جايه كده وتكون منور يعني ان شاء الله. ميرسي جدا، شكرا. مشاهدينا كان معانا المخرج والممثل عمر مصطفى، وهنروح للفاصل بس هنشوف تقرير اما نستقبل الضيف الفقره الجديده، لانه معانا فقره مهمه جدا الحقيقه يا جماعه. بليز حاولوا تتابعوا الفقره اللي جايه دي، فقره مهمه جدا. اللينك بتاع التقرير بتاعنا هو مؤتمر الشباب الاول بشرم الشيخ. اقامت وزاره الشباب والرياضه حوار مفتوح بين الشباب ومجموعة من المتخصصين حول القيم والهوية الوطنية وكيفية تجديد الخطاب الديني. هنشوفه ونرجع مرة تانية. في إطار التوصيات المؤتمر الوطني للشباب الأول، أقامت وزارة الشباب والرياضة حوار مفتوح بين الشباب ومجموعة من المتخصصين حول القيم والهوية الوطنية والخطاب الديني. إيه اللي مكن من هذا؟ أن